اسمي ياسر، عندي 35 سنة، وعمري ما كنت مؤمن إن كلمة واحدة ممكن تغير مصير إنسان. لكن اللي حصل معايا خلاني أعرف إن السكوت ساعات بيكسر قلوب أكتر من أي حاجة تانية. كنت بحب بنت اسمها نورة، حب بسيط بدأ من الجامعة. كنا أصحاب جدا، بنضحك مع بعض ونحكي أسرارنا لبعض، بس عمري ما قلت لها اللي في قلبي. كل مرة كنت ناوي أقول، الخوف كان بيكسبني. خفت أضيعها، خفت تضحك، كل حاجة إلا الندم. بس الندم هو اللي فضل لحد النهاردة. بعد التخرج كل واحد راح في طريق، هي اشتغلت مدرسة وأنا اشتغلت في شركة صغيرة. فضلت متابعها من بعيد على الفيسبوك، أشوف صورها وهي مبسوطة وأقول لنفسي ياسر خلاص فات الأوان. وفي يوم جالي إشعار بصورة ليها لابسة فستان أبيض، اتجوزت، واللي اتجوزته كان زميلي القديم في الكلية. في اللحظة دي قلبي وقع، بس ما قلتش ولا كلمة. فضلت أضحك على نفسي كأني تمام، بس كل ليلة أفتح صورتها وأقول في سري، كان نفسي أقولك إني بحبك قبل ما يفوت الأوان. مرت سنين وأنا اتحولت لحد تاني، شغلي كبر وبقيت ناجح بس جوايا فاضي. وفي يوم كنت راجع متأخر، لقيت رسالة من رقم غريب: أنا نورة، محتاجة أكلمك لو فاضي. إيدي رجفت، كلمتها فوراً. صوتها كان مكسور بس لسه بنفس الحنية القديمة. قالت لي إنها انفصلت وإنها بتشتغل في مدرسة قريبة مني، وإنها دايماً كانت بتفكر فيا. فضلنا نتكلم أيام وليالي كأن الزمن رجع بينا. ولما أخيراً جمعت شجاعتي وقلت لها أنا بحبك، ضحكت وقالت: اتأخرت يا ياسر، أنا مسافرة بكرة، اشتغلت عقد في الكويت. سكت وما قدرتش أقول حاجة. قلت في نفسي يمكن ربنا كتب لنا نتقابل في وقت تاني. تاني يوم الصبح جات لي رسالة من رقمها، فتحتها وأنا مبتسم. كانت من أمها: ياسر، نور عملت حادثة وهي رايحة المطار وماتت. الدنيا وقفت. فضلت قاعد بالساعات ماسك الموبايل وببص على الرسالة. آخر مكالمة بينا كانت صوتها بتضحك وأنا كنت ساكت. من ساعتها وأنا كل ليلة أفتح صورتها وأقول نفس الجملة: كان نفسي أقول لها قبل ما يفوت الأوان.